انتخابات تشريعية تأمل منها سلطات أثيوبيا وشعبها أن تتميز عن سابقاتها بقدر أعلى من النزاهة والمصداقية، ورغم أنها لن تشمل كافة الأقاليم لأسباب مختلفة، فإن هذا الاقتراع سيجري في الموعد المحدد له سلفاً. نعم، نحن مستعدون لقيام الانتخابات في موعدها المحدد في 21 من يونيو. صحيح أنه واجهتنا عدة تحديات، منها تأجيل الانتخابات في إقليم الصومال لأسباب متعلقة بالأحزاب وبعض الأمور اللوجستية، وجهودنا الحالية منصبة لإنجاح هذه الانتخابات. مرشحو أكثر من 40 حزباً سياسياً يخوضون هذه الانتخابات، وما يفوق 40 مليون مسجل على قوائم الناخبين ينتظرون الموعد للإدلاء بأصواتهم. الشعب الآن بين يديه أن يختار من يمثله للسنوات الخمس المقبلة لكي يربي رغباته واطلاعات الشعب للازدهار الطور إثيوبيا التي يريدها الشعب. الحكومة الآن بين المطرقة والسندان، لكن كما نرى جاهزية الحكومة في قطاع الأمن، في قطاع الدبلوماسية، في جميع القطاعات، ينبئ بأن تكون هذه الانتخابات هي نقطة تحول في تاريخ إثيوبيا. الانتخابات التي استعدت لها أثيوبيا بتدريب 150 ألف شخص للمساعدة في تجاوز الصعوبات يعلق عليها الناخبون آمالا في أن تلبي رغباتهم. المواطنون جميعهم يدركون أهمية الانتخابات والانتقال إلى الديمقراطية ضرورة ملحة. نتمنى أن تحقق الانتخابات ما نرجوه من السلام والازدهار، ونرجو من المرشحين أن يكونوا على قدر المسؤولية. تشهد أثيوبيا منذ عدة سنوات نهضة عمرانية وزيادات في الاستثمارات، ويأمل المسؤولون أن يتعزز هذا المنحى بأغلبية برلمانية تمضي قدما في تحقيق تطلعات السكان. الانتخابات التشريعية التي أجلت العام الماضي بسبب وباء كورونا ستصبح بعد أيام أمرا ناجزا، والمجلس الوطني للانتخابات يؤكد أن الجهات المعنية بالتنظيم أضحت على استعداد تام للقيام بهذه المهمة الجسيمة. جابر منصور، سكاي نيوز عربية، أديس أبابا.